صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين حبوبات قلبي. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. توحشتكم برشا برشا برشا، واليوم رجعت لكم في فيديو الاخير من تجديد المطبخ. الحقيقه هو ولا مسلسل، ف كل نهار هكا نهبط لكم حويجه. اخر مره اول فيديو وقت عملنا مع بعضنا التنظيف، ثاني فيديو عملنا التنظيم متاع الاقجره والبلاكارات وكل حاجات التراكن اللي من داخل الكل في الكوجينه. واليوم اخر فيديو اللي هو التجديد المطبخ، الديكور، الحاجات هذيك من برا باش نظم من بعضنا الفحات والبقول والحاجات هذوكم باش تشوفوا ستيل جديد تاع كوجينتي. الحقيقه فرحانه به برشا برشا، وعندي مديد من اللي هكا نحلم بيه هكا الديكور هذايا كيفاش باش يكون. كل مره هكا تعجبني قطيعه ولا حاجه نشريها ونخبيها. الحقيقه ما حسيتهاش، ما جهمتش عليها برشا معناتها، على خاطر عندي برشا 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 من يمكن حتى اكثر من 6 شهور هكيكا. كل ما نلقى حاجه نحسها باش تجي في التيم هذاك نشريها ونخبيها لين كي جاي رمضان لقيت عندي قفيفه معبيه بالحاجات هكا اللي باش نزين بهم وباش نستعملهم في الديكور الجديد والتيم الجديده هذه اللي عملتها. دونك لهنا عندي الحقيقات هذوما كنت زاده شفتهم معايا في فيديو مشتريات تجديد المطبخ. قلت لكم منين خديتهم قداش خديتهم. زدتهم التاش هذه متاع الخيط هذاك متاع الخيشه، يعني نقول له فما شكون سالتني قالت لي منين شريته، راني شريته من ميرسوري. الرولو هذاك يدور لي ب2000 3000 حاجه كيف من هكا، معناتها مش غالي. فعملت هكاك البابيون صغيره في كل دبوزه، وتنجموا راو تزيدوهم تيكي هكا ولا حاجه كارتون ولا حاجه. كان ما عندكش دي زيتيكيت اللي يلصقوا، خاطريني عندي لي زيتيكيت اللي يلصقوا، ف ما زدتهمش معناتها جست خليتهم كيكا بابيون فينو وكهو. ولهنا باش نحط حكايكه نحط فيها تاي، حكايكه نحط فيها القهوه، وحكايكه نحط فيها السكر، وحكايكه نحط فيها الكاكاو او الشوكولين للصغار. ف معناتها براتيكمون باش نعملوا كيما الكافي كورنر لهنا هكا بسيط معناتها سامبل وكهو. فلهنا كيما قاعدين تراو زاد سيبور هذاك خديته من عزيزة وقتها عنده، من اللي جابوه مظهر لي عندهم شهرين وكل. حسيته باش يعاوني في الديكور اللي نحب عليه وفي التيم عند تابع التيم اللي نحب عليها. فاخديته وركبته هاكم شفتوا معايا في اول فيديو زاد وريتكم تورنيفيس. التورنيفيس هذاك منه مطرقه منه تورنيفيس دوبل، فما كالبلا وفما الاخر. فكان ما عندكش في كوجينتك حاجه كيما كيكه خذوا راهو تستحقوا برشا. حتى في غطايات لي مثلا الغطاء نتاع الكسرونه كي نحب نغسل تحت وكل نحل بالتورنيفيس ونعاود نرجعه، معناتها تستحقوا راهو ماهيش الماتريال هذاك مش حكر على الرجال، حتى احنا في النساء في الكوجينه نستحقوه. ولهنا كيما شفتوا عندي لي زيتيكيت هذوما لوتوكولون. باش تسألوني منين؟ من تانيت برانت. دي زيتيكيت ترانسبارون بالفرنسي هذوما مكتوبين. امشيو للباج تانيت برانت ديزاين فيسبوك. يعني خاطر ديما تجيني اسئله كيف من هكا منين لي زيتيكيت النوار ولا زيتيكيت هذوما راهو ناخذ فيهم من تانيت برانت. تلقاوهم عندهم، فما حتى اللي مكتوبين معناتها، فما اللي معاهم ستيلو الابيض هذاك اللي ديما تشوفوني نستعمل فيه وكل. فلصقت لي زيتيكيت متاعي وحطيتهم في بلاصتهم. حاولت نعمل هكا ديكور بسيط وكل. ولهنا حبيت نحكي معاكم في سوجي. كما تعرفوا اول ما سكنت في الدار هذه ما كنتش هضمتها حتى طرف، وما كنتش حابتها حتى طرف. وحبيت معناتها قررت انه نحول، وحبيت نحول، وكما حكيت لكم اول ما رجعت ما سهلش ربي في الدار الاخرى وكل. فقلت غفران ما فيهاش، يلزمك تحبها الدار هذه ويلزمك تقتنع بها ويلزمك تتأقلم معاها. ولهنا اكتشفت حاجة مهمة برشا، هو نعرفها يعني من قبل، أما زدت تأكدت من المعلومة إنه راهو العقل الباطن ساهم برشا باش تقنعوه بحاجة مهما كانت معناتها، خاطر ماهوش ذكي. العقل الباطن اللي تقوله يعمله معناتها، واللي تحكيهوله يصدقه. كنت نقول لي غفران
دار باهية. شنو دفواتها؟ مثلا ما فيهاش منين نخرج الماء ودرا شنو، ماهيش مهمة تو نلقى حل. الكوجينة تو نعملها كيف ما اني نحب ونولي نحبها. فبشوي بشوي اقنعت روحي واقنعت العقل الباطن متاعي انه الكوجينة هذيك انه سيء، معناتها حطيت تحت الامر الواقع ويلزمني نحبها كيف ما هي. فقلت لكم رجعت بطاقة أخرى، حسيت روحي هكا نحبها وموتيفي باش نبدل فيها وباش نزينها ودرا شنو حاجات هذوكم الكل. فحاولوا تحبوا حاجتكم بالحق، حبوا حاجتكم برغم ما كانت دفواتها، برغم ما كانت بسيطة، برغم ما كانت معناتها مش كيما انتي تحب وكل. حبها كيف ما هي، هذاك اللي عملته واني حبيت كوجينتي كيف ما هي، حبيت داري كيف ما هي، حاولت نعطيها، حاولت نخليها كيف ما اني نحب. والحمد لله ما تصوروش قديش فرحانه تو بالكوجينه. وبرشا بيبان تتحلك راهو بالحق كي تبدا مقتنعه بالحاجه اللي عندك ومقتنعه بالحاجه اللي موجوده هي هذيك، كي تبدا مقتنعه بها وحابتها راهو برشا بيبان ما كنتش تتصورهم، ولا برشا حاجات ما كنتش انتي تتخيل روحك باش تعملهم ويسهل فيهم ربي. فاول حاجه توكلوا على ربي، ثاني حاجة اقتنع باللي عندك، ثالث حاجة حاول تطور فيه وتحبه. هذه هي نصيحتي لكم. وهكا بدأت بشوي بشوية تظهر الديكور. لهنا كانت أتذكر زاد السيبور هذايا اللي معلقته في الحيط عملته وحدي. وقتها صورت معاكم الفيديو، فما الطاولة عملتها أني وبابا، وفما سيبور هذايا عملته وحدي. جا مزيان برشا برشا مع التام اللي حطيتها في مخي. كما قلت لكم راني حبيتها وعطيتها من قلبي هكا وحاولت نبدع فيها، فالحمد لله جات كما نحب. وزاد اعطيوني رايكم في التعاليق، عجبتكم انتوما ولا تراوش في حاجة مش في بلاصتها، ولا هكا نجم نطور فيها ولا حاجة. قولوا لي بيان سور حسب امكانياتي، خاطريني توا الميزانيه قد اللي هي في مصاريف رمضان وفي في مشتريات رمضان والمواد الغذائيه والحاجات هذيك، فالميزانيه ما تسمحش اني باش نطور ولا نزيد ديكور. اما علاش لا، يعطيوني رايكم ناخذه بعين الاعتبار وبشوي بشوي نطور فيه. فلهنا زاد الحكايات هذوما وريتهم لكم في المشتريات قبل. حطيت ملوطه في لتاج اللوطاني، حطيت تسكيه بقول عدس حمص الحاجات هذوكم، والجراندور متاع الصغار. اللي تجلي بعده حطيت فيه تسكيه فرينه درع شو اسمها هذيك فرينة القمح شنو اخر. وحطيت باكو مقرونه للزينه. الحقيقه تعرفوني مش من محبين اني نحل باكو مقرونه ونحطه في حك ليه. الباكو المقرونه وديجا قد التطيبه بالضبط، نحلو ديجا من الباكو ونرميه في الماء ويمشي على روحه. اما هكا زينت بيه عطا منظر وكهو. فكهو بالنسبه للفرينه والحاجات هذوكم يلزمهم في يتحطوا في حكوك، سورتو زاد القمح رحيت كونتيتي، فهاكا قاعده نفرغ في الحك هذيك بشويه بشويه. بعد كملت الكوان هذاك، الحقيقة عجبني برشا، فرحانة به برشا برشا برشا. ان شاء الله زادة تو نعمل معاكم فيديو الجولة، خاطر نستنى في الملاك باش يركب لي البيبان متاع اللي تحت الرخامة هذية. ديك يركبوا البيبان نعمل لكم جولة باش تشوفوا الشكل النهائي، خاطر تو مازلت باقي ماهيش كاملة كيف ما اني نحب. لهنا خديت الرخامه هذه قلت لكم قبل راهي تشد تبقع مش نورمال، معناتها تحطش عليها كيس هكا ولا تحط عليها صحن فيه قطره زيت، تمشي كلها بالزيت تقعد مبقعه. شفتوها معايا في فيديوهات قبل. الحل الوحيد اللي لقيته اني نعمل لها الغلاف هذايا، منه يحميها ومنه يعطيني منظر هكا مزيان، ومنه يتماشى مع نفس الغلاف اللي غلفت به الطاوله متاع الفور. حسيته هيك يكون احلى وخير. فغلفتها هي بعد ما غسلتها ونظفتها وتنحيو الغبره كومبليتمون باش التوكولون يلصق لك بالكدا.
وركبت السيبور هذاك اللي معلقته في الحيط هذاك شريته من عمناول، جابتهم عزيزة عمناول، شريته وخليته هنا قلت تو يجي وقته وتوا نركبه. فهذاك علاش نقول لكم راهو كي تبدا تحب تجدد ولا حاجة ما تاخذش كل شيء مع بعضه وراهي تجيك ميزانية كبيرة برشا ومعناتها تحس روحك صرفت مصروف كبير. اما كي تاخذ كل مرة حويجة وتخبيها كل مرة حويجة وتخبيها تلقى روحك عندك برشا حاجات اما ما حسيتش بفلوس هكا تصرفت، فهمتوا؟ وتنجموا زاده تعملوا شقاقة ممكن زاده بنفس البرانسيب هكا، تحط شقاقة أما نتصور يعني صحيح يبدا عندك الفلوس أما ما تلقاش الحاجات هذوما الكل مع بعضهم فرد وقت. فاني السيبور اللوح اللي شفتوه معايا في اول فيديو هذاك خذيته من عزيزة وقتها جابته تو ما عادش موجود منه. السيبور هذاك زاد اللي علقته في الحيط لهنا في البارتي هذه زاد جابته عزيزة بريود وما عادش منه، فكنت معناتها كي تبدا عندك فرصة اشتري حويجة هكا بسيطة وخبيها راها احسن وكها. وعندي الحكيكات هذوما البلار حطيت فيهم لفاحات بحذا الغاز كما شفتوا، حطيت لهنا الغاز فوق الرخامه هذيا، وبيان سوري لازم اللفاحات يكونوا اكسيسيبل بحذا الغاز. فعندي الحكوك حطيت فيهم اهم البهارات اللي حاجتي بهم، حطيت عليهم لي زيتيكيت كيما العاده ترانسبارون هذوما، وحطيتهم في السيبور هذاك المعلق في الحيط وتشوفوه، وحاولت نعمل ديكور بسيط كيف ما اني نحب كهو. والغاز بور لو مومون حطيته غاديكا، ما نعرفش الحقيقه شنو الحل فيه، خاطر جاي فما شويه هكا زايد على القدام، فتو نلقى له حل ان شاء الله باذن الله تنلقى له حل كهو. حطيت الحكوك هكايا. بالنسبه للزيتيكيت اللي حطيت الحكوك الطويل حطيت فيهم ليتيكيت من الفوق، خاطر حتى قدامهم الحكوك اللي اقصر منهم باش يبانوا معناتها من الاول حطيتهم في الوسط، من بعد ذكرت لي هما باش يجيو من تالي فلازم التوكولون او لي زيتيكيت يكونوا الفوق. وعلقته في السيبور بالطريقه هذه بحذا الغاز هكاك يكون اكسيسيبل اكثر. وكي نبدا نطيب نجبد على بلاصتي معناتها ما نبداش بعد عليا ولا نقعد نمشي للبلاكار اللي ورايا وكل. وكهو حطيت هذوكم غادي، علقت معهم كيسين هكايا للزينه. عندي هذوما 3 كيف كيف ونحبهم برشا، نحسهم هكا حاجه تراديسيونيل قديمه تمشي مع التيم اللي عملته اللي هو البوا والحاجات القديمه هكا والقماش الخيشه وكل. وعلقت معاهم الوردة هذيك، ومن بعد جيت لهنا نحب نعمل الكوان هذايا نظمه. عندي البانيه هذيك والطبق هذاك حطيت فيه سيبور متاع المغارف، ماهوش فيني بالنسبه للكوان هذايا ماهوش عاجبني 100% هكا، جوست حاولت نركح وكهو. واكيد تو نطور فيه نبدل فيه كل شيء، نحس النجم نزيد نعمل حاجات ما احسن هكا بشوي بشوي قاعده نطور. جوست تو باللي عندي حاولت نعمل الديكور البسيط هذايا كيما نحب، ومن بعد كل مره هاني نطور. كيما لهنا تذكرت قلت باش نحط منديله تعطي منظر وميمتون هكا تحسوها براتيك المنديله كي تبدا معلقه ومنظر مياسر مزيان معناتها. كيف كيف لهنا في البانيه حطيت هكا منديله باش نعمل رابيل للمنديله هذيك. زاد الفور كي باش نحطه في بلاصتو زاد نعمل فيه منديله، زاد الثالثه باش نعطي رابيل زاد للمناديل هذوما. تحسوهم بدلوا التيم جمله واحده هكا، حسيتهم احلى. وزيد اعطيوني رايكم انتم في التعليق. هذا هو الديكور الجديد هكا، جددت المطبخ نتاعي لاستقبال الشهر الكريم. ان شاء الله رمضانكم مبروك مره اخرى، نحبكم برشا برشا من قلبي من داخل. ما تنسونيش بتعليقكم ولايكاتكم كان عجبكم الفيديو. دونك بوسه كبيره ليكم، بسلامه ان شاء الله غدوه في فيديو جديد.